يجي حكم زي ده عايزين نبدله، في جماعة جاهزين، سلك لنا المسائل دي. زي غياث بن إبراهيم لما دخل على المهدي أمير المؤمنين وهو بيلعب بالحمام، فواحد من الحاشية قال له حدث أمير المؤمنين حديثا في الحمام. يعني كل ما ادخل الاقي امير المؤمنين بيلعب استغمايه، شوف لنا حديث في الاستغمايه. بيلعب بيلي، شوف لنا حديث في البيلي. لازم يبقى في ايه عشان امير المؤمنين يبقى بيعمل كل حاجه مشروع. كل حاجه بدليل اهو. قول لامير المؤمنين حاجه في الحمام كده. فطبعا الف السند المحترم بتاعه، وقام طلع على ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق الا في خف او حافر او نصل او جناح. هو الحديث لا سبق أي لا جائزة إلا في ثلاث، فطبعا أم شايل كلمة ثلاث لأن برضه بيعرفوا يعدوا. لا سبق إلا في خف أو حصل أو نصل أو حافر. أدي الثلاثة اللي وردوا في الحديث، فهو عايز يزود رابع، فلازم يشيل إيه؟ يشيل ثلاثة في الأول دي، وقام يزود أو جناح اللي هو الحمام، كناع عن الحمام، وهو الخف كناع عن الخيل، والحافر كناع عن الإبل، والنصل الرمح. خلاص، يا أما زود أو جناح. فأمر له بصرة. الصرة زمان كانت أقل صرة 10,000. اداله صرة خدها ومشي، وهو ماشي كده وصل لحد الباب، قال المهدي أشهد على قفاك أنه قفى كذاب على رسول الله. ثم أمر بذبح الحمام. طب مين اللي اتذبح؟ اللي كذب ولا الحمام؟ عارفين الحمام هيذبحوا يحشي فريك، مش مشكلة، هياكلوه ولا واحد من الحاشية هتاكله ولا واحد. لكن هذا الذي كذب وأنت تعلم أنه كذب على النبي عليه الصلاة والسلام ياخد 10,000 ليه؟ بمناسبة إيه يعني؟ كان المفروض يعذر حتى يجلد ولا يحصل له حاجة ولا واخد. ففي ناس مطيباتية كده جاهزين وبيعين كل حاجة، المهم يوصل لأعلى المناصب وياخد أعلى الأوسمة وياخد أعلى المرتبات، وكل يوم يبقى في بلد وفي نادي ومش عارف ايه والكلام ده. ده ضمير ميت أن ينتقي أردأ الأقوال وأضعف الأقوال في المسألة عشان يرضي الناس وسلك المسائل. ده ما عندوش ضمير، اللي هي النفس اللوامة بقى اللي بتلوم صاحبها. ولذلك قل أن ينتفع هؤلاء بكتاب الله، ياخدوا بس علشان يبين أنه عالم فقط، لكن لا يهتدي به.